يا جماعة كأس العالم السنة دي نسخة 2025 هي الأكبر في التاريخ. 5 فرق عربية مشاركة، 5 فرق عربية عندها طموح إنها تعمل حاجة في كأس العالم المرة دي، خصوصا إن في فرصة كبيرة إن أنت تصعد الأدوار واحدة ورا واحدة. بس السؤال هنا، هل حد فيهم هيقدر يوصل لأقصى دور في كأس العالم للأندية؟ ولا هنتفرج ونحس بحسرة كبيرة جدا؟ تعالوا نشوف مع بعض مين عنده فرصة أكتر، وردوا عليا في الكومنتات، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. هنبتدي معانا بالنادي الأهلي. النادي الأهلي المصري عنده سجل حافل في كأس العالم للأندية، واخد المركز الثالث 4 مرات. بس المرة دي غير، المرة دي البطولة أصعب، المرة دي تسويقها أعلى، المرة دي الأهلي مستعد أكتر من كل مرة. إزاي؟ الأهلي عامل صفقات تتخطى تقريبا حسب ما بنسمع المليار ونص جنيه. مش نص جنيه اللي هو نص جنيه، نص مليار جنيه يعني. الأهلي عنده لعيبة تقيلة زي قفشة، إمام عاشور، محمد الشناوي، حسين الشحات اللي هو بالمناسبة بيلعب حلو جدا في كل بطولة كأس عالم الأندية. جاب زيزو، جاب تريزيجيه، رجع حمدي فتحي، جاب ديانج، عمال يعمل صفقات تقيلة. الأهلي عنده بدأ الفرقة 3. أنا مش بحسد، أنا بقر بس. المهم نخش على الفريق التاني وهو الهلال السعودي. الهلال السعودي عنده ميزة مش موجودة عند النادي الأهلي، إن هو خد المركز التاني لما قابل ريال مدريد، وريال مدريد كسبه 5. دلوقتي الهلال السعودي كالعادة بيبقى عنده ترسانة قوية من الصفقات. الهلال السعودي جاب السنة دي صفقتين قبل مشواره في كأس العالم للأندية، وهم علي لجامي وعبد الكريم الدريسي. طبعا مش هننسى أكبر صفقة عملها، إن هو جاب مدرب الإنتر السابق اللي كان لسه موصلهم نهائي للتشامبيونز ليج، وهو إنزاجي. تالت نادي معانا، النادي اللي أنا على المستوى الشخصي بحبه جدا، هو نادي الوداد المغربي. نادي الوداد المغربي السنة اللي فاتت ما كانتش أفضل مواسمه. السنة اللي فاتت كان موسم صعب جدا، صفقات قليلة جدا. هل يا ترى هيقدر بعد شوية التدعيمات اللي عملها قبل كأس العالم للأندية هتفيده في مجموعته؟ الوداد جاب بارت ماير ونور الدين مرابط وحمزة الحنوري. هل الوداد هيقدر يصمد ويوصل لأدوار بعيدة في كأس العالم للأندية؟ هنشوف. الفريق الرابع معانا هو فريق الترجي التونسي. الترجي التونسي شارك في كأس العالم للأندية قبل كده طبعا، لكن الأداء دايما ما كانش أفضل حاجة بالنسبة لنادي الترجي والطموحات وجمهور نادي الترجي التونسي. الفرقة لازم تكون أقوى بدنيا وتكتيكيا. أنت يا معلم الخصوم المرة دي أصعب من المرات اللي فاتت، ولحد دلوقتي الترجي التونسي ما عملش غير صفقة واحدة بس. مين هي الصفقة دي؟ وهو الجناح الأيسر يوسف راشد. هل الترجي التونسي بجماهيره بقوته تاريخه إن هو يقدر يعدي الأدوار الجاية؟ هنشوف مع بعض. يلا بينا للفريق الخامس والأخير وهو فريق العين الإماراتي. العين الإماراتي ضم 8 صفقات قبل كأس العالم للأندية: نسيم الشاذلي، وحسين رحيمي، ويحيى عبد الخالق، وحارس المرمى البرتغالي روي باتريسيو، ومارسيل راتنيك، واديس ياسيتش، والارجنتيني سابالا، واخيرا مدافع النادي الاهلي المخضرم رامي ربيعه. يا ترى العين الاماراتي هيعمل ايه في النسخه دي، خصوصا ان العين الاماراتي وصل نهائي كاس العالم للانديه زي الهلال وزي نادي الرجاء طبعا، بس الرجاء ما شاركش في البطوله دي. العين وصل لنهائي 2018 قدام ريال مدريد، وكان عامل بطوله قويه جدا. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر فريق عربي حاسينه ان هو هيقدر يكمل في الادوار، وهل تتوقعوا ان في فريق من الخمسه ممكن يوصل للنهائي وياخد البطوله؟ لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.